السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله موعدنا النهاردة هنشوف طريقة مميزة للهجوم في قاعدة البناء باستخدام ساحرة الليل أو ملكة الليل. بطريقة مميزة جدا. كل اللي احنا محتاجينه هو إن احنا ندرب ملكة الليل بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، والهجوم هيكون زي ما انتم شايفين. جربوها ومش هتندموا بإذن الله. يعني حتى لسه مستوى 16 بس لسه ما قفلتهاش، وهتشوفوا قد ايه ان هي مميزة جدا في الهجوم بتاعها باستخدام الخفافيش الطائرة. يعني يعتبر هجوم جوي وارضي من شيء واحد. وطبعا بنستخدم آلة المعركة معاها. في البداية اول ما بنوصل للاسوار بندوس عليهم عشان تولد لنا الخفافيش منها. يعني في كل مستوى منها بتولد عدد او بتنتج عدد محدد من الخفافيش الطائرة، بتوصل ل20 خفاش في المستوى النهائي. ومعانا طبعا آلة المعركة زي ما انتم شايفين كده، يعتبر مسح شامل للقرية. هناخد ان شاء الله بإذن الله، هنشوف نوصل لل200 في المية ولا لأ. ده خلصنا القرية الأولى اهو. القرية التانية أو القاعدة التانية بنهجم عليها بنفس الطريقة اهو. لسه معانا أربعة من الساحرة وآلة المعركة معانا. هوريكم برضو كذا فيديو للهجوم بالطريقة دي على كرة أكبر، ونشوف النتيجة بتاعتها هل فيها ميزة ولا لأ. هو بصراحة أنا كل هجومي بالطريقة دي والحمد لله بمسح مسح شامل، باخد 200% من كل قرية بهجم عليها باستخدام ساحرة الليل مع آلة المعركة. كمان آلة المعركة لسه مستوى 9، يعني لسه ما قفلتهاش، والحمد لله يعني شغال بيها تمام. شايفين يعتبر كده وصلنا للنجمة السادسة اهي ما شاء الله. اتمنى تجربوها وسيبوا لنا كومنت وعرفونا عملتوا ايه واستفدتوا من الطريقة دي ولا لا. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.